معنا ايضا هنا الاستاذ محمد القطاوي منسق عام حمله الدكتور محمد مرسي بمحافظه دمياط. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ طارق. استاذ محمد، عايزين نتعرف من حضرتك، وانت يعني لديكم غرفه خاصه لرصد العمليه الانتخابيه واهم ما حدث فيها من تجاوزات واحداث خلال يومي التصويت. نتعرف من حضرتك على اهم المستجدات التي رصدتموها خلال من خلال غرفه تلك الغرفه. هو بدايه النهارده وامبارح يعتبروا يومي رد الجميل لشهداء ثوره 25 يناير. وشعب دمياط احب انوه ان هو الناخب الدمياطي عندنا ناخب نبيه جدا، ويستطيع ان هو يفرق ما بين مرشح الثوره او المرشح الاخر، يستطيع ان هو يختار اختيار جيد واختيار يناسب ثوره 25 يناير. الحقيقه يمكن احنا رصدنا العديد من الخروقات اللي بيحاول ان هو يعكر صف العمليه الانتخابيه بشكل عام. هناك يعني بعض البلطجيه وبعض العناصر المسجلين خطر والمعروفين بان هم شديد الاجرام بداوا يستعرضوا بالاسلحه البيضاء امام بعض اللجان، وده يمكن ادى الى ان القاضي اتخذ معهم اجراء واغلق اللجنه لمده حوالي ساعه، وده كان تحديدا في لجنه الرحمنه، قريه الرحمنه، لجنه رقم 2 واللجنه رقم 11 واللجنه رقم 22. في بعض الاعتداءات من انصار ووكلاء المرشح الاخر، وده تم في قريه زي قريه ميت الخولي عبد الله. اعتدى وكيل عام مرشح الاخر على مندوبه نظرا لانها اعترضت على انه بيوجه الناخبين لانتخاب مرشح بعينه، والقاضي سجل وقعه الاعتداء وتم التحفظ عليه وتسليمه للنيابه. الحقيقه لسه الوقت وصلني ان في قريه كفر شحاته تم الاعتداء ايضا على احد انصار الدكتور محمد مرسي، واصابته اصابه بالغه يمكن بجروح قطعيه وجرح طولي في دراعه وكسر في انفه من احد البلطجيه هناك ويدعى ابراهيم ايوب، نظرا لانه بيساند المرشح الاخر. الا ان بشكل عام هذا الامر بيجعل المواطنين قلوبهم تاخذهم اكثر على الثوره وينزلوا ليصوتوا. يمكن الساعات اللي فاتت كانت ساعات الشمس كانت فيها مشتده شويه، ولكن الفتره اللي جايه هنشهد اقبال كثيف على اللجان، وده معروف دايما في دمياط نظرا لاشتداد الحراره النهارده بيبقى في اقبال كثيف مع قرب اغلاق السنه دي. سيادة الأستاذ محمد، عايزين نتعرف من حضرتك النهارده على نسب التصويت حتى الآن. نحن الآن منتصف اليوم في اليوم الثاني لجولة الإعادة، فعايزين نتعرف من حضرتك كيف رصدتم نسب التصويت حتى الآن؟ الحقيقة التصويت بشكل كان امبارح بيوصل لحوالي 30% أو من 25 ل 30%. النهارده متوقع إن شاء الله إن التصويت بيزيد، لأن خاصة إن في ناس كتيرة بتأجل التصويت لليوم الثاني غالبا وبتحاول تنزل على الساعات الأخيرة. فمتوقع النهارده إن خاصة يعني مع بدء الشمس تهدى شوية هنبدأ نلاحظ إن إقبال طوابير كثيفة، وإن شاء الله احنا نأمل ان القضاة يمدوا اللجنة لمدة ساعة كمان او ساعتين على حسب وجود الكثافة امام اللجان. كيف ستتابعون عملية الفرز من خلال غرفة العمليات الخاصة بكم؟ الحقيقة احنا موزعين على اربع مراكز بيتم رصد وتجميع النتائج اول باول وبنبلغها للغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات في القاهرة، وان شاء الله مع يعني بشاير الفجر يكون في بشاير الخير في مصر ان شاء الله بنجاح وفوز الدكتور محمد مرسي.